عرفنا بالاسم ديالك والصفه. توفيق مباشر، فاعل جمعوي وناشط حقوقي بمدينه اقليم بن سليمان. مشرفين. جماعه من ليله. جيت اليوم انني نساند الاخوان ديالي وكل المجتمع المدني وسكان مدينه محمديه بهذا الاحتفال الكبير وهذا الانجاز اللي ثاني مره على التوالي من بعد ضربه الكركارات، من بعد المسيره، من بعد الاحتفالات ديال المسيره. اليوم كنحتفلوا ديال الكركارات، وكان من هذا المنبر نوجهوا واحد الشكر للجنود المغاربه والامن الوطني، وكذلك لصاحب جلاله الملك على هذا العمل الجبار وعلى هذه المجهودات الجباره. وكندعو من هذا المنبر كافه المجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه بمدينه محمديه يوم الاحد ان شاء الله على الساعه 4 باش نخرجوا لواحد الاحتفال كبير بمدينه محمديه من اجل هذا الانتصار، لانه انتصار كبير. وحنا جد سعداء كذلك بالملكيه وبصاحب جلاله الملك الله ينصره على هذا الانجاز اللي دار. وحنا كنقولوا دائما الصحراء مغربيه والصحراء غتبقى في المغرب، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك وعاش صاحب جلاله الملك. واحد السؤال اللي دائما كيطرح نفسه هو انه امريكا يعني اول دوله كانت تعترف بها هي المغرب، يعني المغرب كان اعترف امريكا، واليوم كنشوفوا على انه رد الدين للامريكان للمغرب. يعني كيفاش كيكون هذا الاحساس هذا؟ هذا كان انه حنا كنعرفوا بان اول دوله عربيه واول دوله افريقيه اعترفت بسياده الولايات المتحده الامريكيه بالاستقلال ديالها هي المغرب. وكنعرفوا ان العلاقه ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه هي جد علاقه ممتازه، ونحن شعب مغربي لن نفعل كذلك الشيء. كنتمنى من الاخوان الجزائريين انهم يخرجوا الى الشارع. هذه دعوه من اجل اننا باش نكونوا خاوه دائما، والصحراء دائما مغربيه، والمغرب العربي هو المغرب ديالنا الكبير بصحرائه وبكله. والله ينصر سيدنا صاحب جلاله الملك الله ينصره. ودائما نحن تحت الشعار الله الوطن، ودائما نحن نناضل بدمنا وبكل ما يكون لنا. وحنا في الظرفيه ديال جائحه كورونا انه خرجنا وخلينا وليداتنا وخلينا كل ما يمكن لنا، وخرجنا مسانده صاحب جلاله الملك الله ينصره. كذلك من هذا المنبر ندعي جميع الحقوقيين وجميع ممثلي المجتمع المدني وكذلك الاحزاب السياسيه والممثلين الاحزاب السياسيه انهم يردوا الاعتبار، واننا نتعاونوا رفقه صاحب جلاله الملك الله ينصره، ونكونوا وراء صاحب جلاله الملك الله ينصره، لانه هو كيبغي لنا الخير وهو ما كيدير الا مصلحه الخير. وهذا في حق ذاته واحد انجاز كبير. وشكرا كذلك للاعلام، شكرا كذلك الاعلام المحليه داخل محمديه او خارج محمديه على هذه المؤازره اللي جاوا اليوم ازرونا. وهذه الا بدايه النقطه الاولى. مازال ان شاء الله غتشوفوا انه ان شاء الله سكينه محمديه تخرج الى الميدان احتفال كبيرا ان شاء الله. قول لي كيفاش جاتك الضربه الاولى للبوليساريو؟ يعني بعد ما دخلوا الكركارات في القوات الباسله ديالنا وسيدنا الله ينصرو يعني بالتعليمات ديالو فخرج هذوك المرتزقه. يعني هذا انتصار، يعني كنحسبوه لصاحب الجلاله انتصار تلو الانتصار. قول لنا شي كلمه حول هذا الانتصار هذا. هذا يعني من بعد انتصار وخروج المرتزقه من كركارات، يعني سبحان الله هذاك الشيء جا متسلسل. يعني كنا جد سعداء وفرحانين، لان انا شخصيا ما كانش عندي واحد تقريبا يومين اللي في النوم ديالي فرحه كثره الفرحه وبكثره المسانده، واننا حاربنا المرتزقه اللي كانوا كيعطيو واحد الاشاعات ديال الكذوب على التواصل الاجتماعي وعلى بعض المنابر الاعلاميه ديالهم، لان انتصرنا عليهم الحمد لله. وهذا كنشكروا كذلك الجهاز الامني وجهاز القوى المساعده، وعلى راسهم السيد الوراق السيد الجنرال الوراق الذي خاض اول خطوه عمليه داخل الركراكات، وكذلك السيد الحموشي وكافه الاجهزه الامنيه. وهذا الشيء الا باراده صاحب جلاله الملك، وغنبقاو دائما وراء صاحب جلاله الملك من اجل مصلحه الوطن ديالنا ومن اجل مصلحه الوطن والمواطن المغربي ديالنا. شكرا للفاعل المغربي الحقوقي المغربي على هذه الكلمات صراحه الجميله، وعلى يعني المعلومات القيمه.